الزروالي يستجيب لطلباتنا ورغباتنا وجميع طلبات المشاهدين والمتابعين، ويعلن الليلة يوم احتفال مغادرة سيدي عدي. يوم مغادرة سيدي عدي. هذا النبأ اللي الخبر السار اللي توصلت به، واللي كلنا خاصنا نفرحوا به، وكلنا غادي يكون عندنا السرور، لان الاخ يوسف الزروالي يعني انسان طيب، وانسان كيسمع المستمعين ديالو، كيسمع المتابعين ديالو، كيسمع الناس المشتركين معه، جميع الاخوه والاخوات. فانت الان كتبرهن على انك انسان طيب، وانسان اللي كتسمع من عائلتك ومن اخوانك ومن متابعينك ومن جميع المعجبين ديالك. شكرا الاخ يوسف الزروالي. اخواني بمناسبه هذه الفرحه، ما تنسونش تحنا من اللايكات وما تنسونش من البارطاج، وتابوناو معنا في قناه القرعاني لايف مع القرعاني فرق قلبك ترتاح. تابعوا معنا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأوفياء على قناتكم قناة القرعاني لايف مع القرعاني فرق قلبك ترتاح. واليوم قلبي فرحان. كيف ما كتشوفوا الفرق ما بين الفيديو اللي حطيت قبيله اللي كانت فيه نصيحة للأخ يوسف الزروالي ووصلت له الرسالة ديالكم إخواني أخواتي وديال جميع المحبين والمتابعين ديالو وديولي، فتوصل بالرسالة من عندي أنا ومن عند العديد من الإخوة والأخوات، وشكرا له على تلبية هذا النداء. إخواني أخواتي، قبل ما نمروا لهذه القضية ونشرحوا تفاصيل فرحة أو الاحتفال بمغادرة سيدي عدي، أجي نعرفوكم على قناة القرعاني لايف. قناة القرعاني لايف وبرنامج مع القرعاني فرق قلبك ترتاح. فأي واحد بغى يشاركنا بهمومه أو مشاكله أو أفراحه أو مسراته أو تجاربه كذلك، فما عليه إلا يتواصل عبر الرقم الهاتفي 06 99 78 73 84. دعمونا باللايكات وبالتعاليق وبالبارطاج، وعلاش لا ما تابوناش مع قناة القرعاني لايف. حنا محتاجين الدعم ديالكم. حنا وصلنا 30 ألف مشترك وغادي نحتفلوا بها هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، ونتمنى قريبا بإذن الله تعالى نحتفلوا ب50 ألف مشترك، بفضل الدعم ديالكم، بفضل الحب ديالكم، بفضل التعاليق الجميلة ديالكم، لأنكم كتعزونا وكتحترمونا، نحن كذلك نبادلكم نفس الاحترام ونفس الاعتزاز ونفس التقدير. تحية لكم من قلبي تصل إلى قلوبكم. نرجعوا للموضوع ديالنا، الموضوع تاع الأخ يوسف الزروالي. الأخ يوسف الزروالي، وشكرا للأخ الأنس برو، والأنس برو اللي كان دار واحد القبيله وكان كشكش وكان واعلن انه غادي يمشي لسيدي عدي وما غيرجعش بلا الاخ يوسف الزروالي، وكلمته كانت هي العليا. فجاء عند الاخ يوسف الزروالي يعني برفقه الاخوه والاخوات، برفقه الاخ اللي يعني اللي كيدير الجيتار، راه شفتوه في الصوره المصغره، وبرفقه يعني جمال شانير، بجميع الاخوه والاخوات. يعني قدر يقتنع الاخ يوسف الزروالي بعد الطلبات ديالنا والمناشدات ديالنا حنا كاملين، خاصه انه ملي قلنا انه ما يمكنش ان كلنا نكونوا مجموعين على ضلال، فاحنا مجموعين على حب وخير الاهل هذا السيد. حنا كنبغوه وحنا كنحترموه وحنا كنقدروه وحنا كنعزوه. لهذا هو غادي يغادر سيدي عدي ان شاء الله تعالى. اليوم اخر يوم في سيدي عدي. قال انه باقي عندي مصالح، باقي عندي اعمال، باقي عندي يعني قضايا غنتابعهم وغنبقى نتابع على شي لحظه بلحظه، ولكن الاقامه اللي بسيدي عدي هي اللي ما غتكونش، وهذا من حقه. يعني كل واحد عنده حق باش يعني حنا ما يمكنش نحرموا دوك الناس من هذاك البير اللي غادي يبدا خدام فيه، ما يمكنش نحرموا هذوك الناس يعني من المتابعه ديال الاعمال الخيريه ديالو، ما يمكنش نحرموا دوك الناس انه يجي يشوفهم ويتعرف عليهم ويصير معهم صله الرحم، لانهم راه دوز معاهم مده ما دوزش معاهم قليل، راه خدمهم مده ما خدمهمش قليل، راه كان معاهم قلبا وقالبا، كان معاهم يعني انسان اللي محبوب. انا كنظن وكنأكد بل اجزم
ان الاخ يوسف الزرولي عنده مكانه كبيره 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 في قلوب جميع سكان سيدي عدي، حتى الناس اللي يعني كيكونوا ضده حتى هما عندهم واحد المحبه ليه، لانه كيعرفوا انه كيدير الخير. ولكن كاين اللي كيبقى يعني شاغل راسه بالحزازيات والحيتيات وكذا وكذا. حنا هو كيأكد على مجموعة كلنا، فالحلوى اللي دار لنا بها الاحتفال إخواني أخواتي هي ديال مجموعة كلنا، وبأنه وصل ل 60,000 مشترك. نتمنى حتى أنا نلحقه إن شاء الله تعالى في أقرب وقت ممكن إخواني أخواتي، رغم أنه مع احترام الفرق ما بيني وبينه، فهو إنسان لسنين هو في اليوتيوب، هو إنسان عنده قناة مليونية، يعني كيحبوه ملايين الناس، كيحبوه الناس اللي متابونين معه والناس اللي غير متابونين معه. فانا كنت كنشوف دائما انه كيمشوا كيسلموا عليه كيتحوا في الشارع العام، يعني كانسان ستار. والحمد لله حتى انا بديت على ديك الخطوات، وبداو بعض الناس وبعض الاخوه والاخوات يعني كيجوا كيحيوني في الشارع العام، كيوقفوني ويسلموا عليا الاخ القرعاني. انت مع مجموعه كلنا، انت مع مجموعه كلنا، الشرف لينا. ممكن اننا انسحبنا من الكلمه الفضفاضه ديال كلنا، ولكن نحن كلنا اخوه متحابون في الله سبحانه وتعالى. يعني كنشكر جميع المتتبعين ديال الاخ يوسف الزروالي والمتتبعين ديولي وجميع المتتبعين بصفه عامه، انهم على الحب ديالهم، الاحترام ديالهم، يعني قلوبهم كانوا كيتقطعوا، قلوبهم ساكن، كانوا يعني في واحد الحاله يعني من الخوف والهلع على الاخ يوسف الزروالي. هضرنا وعاود هضرنا وعاود هضرنا، حتى شي واحد ما انسحب من هذا المضمار، وحتى واحد ما قال خليه يدبر راسه، صافي هو اللي اختار. لا، حنا بقينا معاه وبقينا كنقاوموا وبقينا يعني متحابين معاه وبقينا متكاتفين معاه. كنكونوا نصحاء له يعني باللين وبالقوه وبالسر وبالجهر كذلك. فاحنا ملي كنا مع الاخ يوسف الزروالي هنا بيبين لنا المعدن ديالو، ماشي شد معنا الضد وشد الزكار قال لك لا سيدي انتم ملي باغيين دابا انا نمشي، انا ما غنمشيش. وانا عارف ان الاخ يوسف الزروالي راسه قاصح بمعنى الكلمه، ولكن امام الضغط تاع المتابعين، امام الضغط تاع المحبين ديالو، امام الضغط ديال الاهل ديالو والزوجه والوالدين والاخوه والاحباب. فشكرا الاخ يوسف الزروالي انك قدرت تزرع فينا واحد الفرحه. والله القسم انا باغي ندير احتفال بوصولي ل 30,000 مشترك، وكنخمم ليه وكيفاش غنديروا، خوتي كلهم مفرقين، كيفاش غادي نديروا خوتي كاملين يطلع عليهم الدم، كيفاش غنديروا والالم يعتصر قلوبنا. هاد الشيء اللي كنشوفه واللي كنعيشوه دابا راه كانت مرحله صعيبه وصعيبه علينا كاملين، والاعداء يعني استغلوها. وكاين من كان بيننا اليوم كان في قنوات اخرى يدلي بدلوه المغاير وباع الفيستا وراح حاط رجل هنا وحاط رجل هي. انا حضرت ليه وسمعته بودنيه وشفته، ولكن مازال الاخوه خاصهم يشوفوا، مازال الاخوه خاصهم يعرفوا راه كاين معانا في المجموعه ديالنا حاط رجل هنا وجو رجل وثلاث اليدين لهيه، حاط رجل معانا هنا ورجل الاخرى وجوج ايدين كاينين ليه، ولكن كيتسنى الفرصه المناسبه. فاليوم قدموا حفل الولاء للطرف الاخر، قدموا ليه واحد الرساله اوليه، قدموا ليه بزاف الحوايج عرفتهم وشفتهم وحضرت ليهم. ونتمنى حتى الاخوه والاخوات تاهم يعرفوا الناس على حقيقتهم، ما يبقوش يعطونا غير الدروس، ما يبقوش يعطونا غير الكلمات الرنانه، ولكن هما في الداخل ديالهم حقراء. لهذا اخواني اخواتي كنتمنى ان جميع الاخوه والاخوات انهم يعني يدعمونا باللايكات ديالهم، بالبارطاج ديالهم. اللي باقي ما اشترك في قناه القرعاني لايف يتفضل، اشنو باقي كتسنى؟ اللي عنده عده حسابات اشترك معنا بهم باش نقدروا ان شاء الله تعالى قريبا نوصلوا 50,000 مشترك. وزعما هذا الشيء راه ما كثيرش عليكم اخواني اخواتي، يعني حبكم لينا هو اللي كيخلينا وكيشجعنا اننا نزيدوا نطلبوا منكم ونزيدوا نترجوكم انكم تبقوا داعمين لنا اخواني اخواتي في اي مواضيع. فماشي الا خرجنا من المواضيع سيدي عدي صافي تحبسوا علينا، لا، حنا كنعطوكم مواضيع مهمه. بحال الفيديو اللي حطيت في الصباح كيحز في نفسي انه ما فاش 2000 مشاهده. علاش؟ حنا كانت واحد الاخت نفس الحال ديال الاخت سميره مربوحه ونفس الاحوال ديالها، حكات عليكم، شكات عليكم همها، عاودت لكم ظروفها. كنتمنى انكم حتى نتوما
تسمعوا ليها وتدعموها بالتعاليق. اللي يقدر يعاونها بشي حاجه بنصيحه، هي باغا غير المساعده القانونيه، هادشي اللي بغات اخواني اخوات. وحتى اللي بغى يساعد ماديا فالرقم الهاتف راني خليته لكم في التعليق في الفيديو نيت. فلهذا اخواني اخواتي كنشكركم على حسن متابعتكم، كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، حسن النصح ديالكم لي والاخ يوسف الزروالي. نتمنى وكنجدد الدعوه ديالي للاخ يوسف الزروالي بحضوره للضيعه النموذج الاعشاب الطبيه والعطريه يبدل شويه الجو. مرحبا بكم اخواني اخواتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.